بشوية حليب وحبة مكرونة هنعمل أحلى صينية بشاميل تكون خطيرة وما تاخدش معانا مكونات كتير، وحاجة كده طبيعية ما فيهاش بقى لا مكونات جبنة موتزاريلا. عايزين نعمل كده حاجة بيتي كده وفي نفس الوقت تكون مش مكلفة لأي ست بيت ممكن تعملها، خصوصا للبنات اللي لسه متجوزة اللي مش عارفة تعمل وفي نفس الوقت تكون خايفة لا تكون مكلفة. هنعمل النهاردة صينية بشاميل خطيرة طعمها حلو جدا كريمي بمكونات بسيطة جدا جدا، المعتادة والمعروفة اللي احنا عارفينها. يلا كده نبتدي الفيديو ونقول بسم الله. هنعمل النهاردة مكرونة بالبشاميل. أول حاجة هنحتاج نعمل نعصج اللحمة. طاسة على النار فيها معلقة من السمنة أو الزبدة أو الزيت حتى، وبحط بقى كمية اللحمة المفرومة اللي احنا هنعملها. أنا كنت عاملة عزومة وكنت عاملة صينية 40 في 40، فجبت كده كيلو إلا ربع أو نص كيلو من اللحمة المفرومة. ابتديت ان انا اديها صدمه، وبعد كده ابتديت ان انا اجيب 3 بصلات كبار فرمتهم عندي في الكبه واديتهم صدمه بالشكل ده. بعد كده بتبلهم توم باودر وبصل باودر وبابريكا، بتتبليها البهارات اللي موجوده عندك وكمان فلفل اسود. بعد كده نزلت بكوبايتين من عصير الطماطم، ضربتهم عندي في الخلاط، وبعد كده ابتديت ان انا اسيبها تتسبك معايا كويس جدا. صينيه بقى 40 في 40، وابتديت ان انا ادهنها ماده دهنيه وحطيت نص المكرونه. انا سلقت هنا كيلو من المكرونه، حطيت نصها من تحت كده وسويتها بايدي، وبعد كده جبت الخلطه بتاعت او التسبيكه بتاعت اللحمه المفرومه اتسبكت معايا وبقت تمام، وبفردها كويس جدا عندي في الصينيه. وبعد كده بحضر البشاميل. البشاميل بسيط جدا، حليب ودقيق وبس وفلفل اسود وملح بس كده، مش محتاجين بقى. الناس اللي حابه تحط اي اضافات كريمه، حابه تحط اي اضافه مفيش مشكله، بس احنا هنعمله بسيط جدا. لتر من الحليب، حطيت كوبايه من الميه عليه وكوبايه من الشوربه اي نوع شوربه عندك، و5 معالق كبار من الدقيق، وملح وفلفل اسود، واقلبه مع البارد. وبعد كده هرفعهم على النار مع التقليب المستمر لحد لما يديني قوام، ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل كده بالشكل ده. بحط الطبقه التانية من المكرونه واسويها، وبعد كده ببتدي ان انا احط بقى البشاميل، وبحط كل كميه البشاميل بالشكل ده، رشه كده بسيطه من السمنه فوق الوش، وبدخله. حابه تحطي برده جبنه موتزاريلا زي ما انت حابه خالص بالشكل ده. وبعد كده بتدخليها عندك الاول، تولعي عليه الفرن من تحت لحد لما تديني لون ذهبي من الجوانب، وبعد كده بولع عليها الشوايه عشان تديني لون ذهبي من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وسبتها تهدى شويه، وبعد كده ابتديت ان انا اقطعها، وبعد كده بسيبها تبرد علشان اقطعها كده قطع. لو انت حابه تقطعيها قطع زي ما انت شايفه كده هتطلع معاكي، حابه ان انت اول ما بتطلع تقدميها هتبقى سايبه شويه. اللي انت حابه تعملي رشه بسيطه من الكاتشب وقدميها، وبالف هنا. بسيطه وسهله واقتصاديه وطعمها خطير، جربوها تعجبكم جدا.